صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعد عليكم يا حبايبي. النهارده بقى هنعمل فراخ المشويه بابسط الامكانيات خالص يا حبايبي. معنا هنا فرخه انا مقطعاها على حسب ما انت حابه يا روحي. اللي انا مقطعاها الصدر قطعتين والورك قطعتين. لازم يا حبايبي تفتحوها كده بالصلاه على النبي. انا مفتحاها ازاي يا روحي؟ اهو تفتحيها كده بالطريقه ديت عشان ايه؟ ان هي ايه التتبيله الجميله ديت تخش فيها، او تبداي ان انت تقطعيها وتنقعها كويس. معانا هنا يا حبايبي 5 فصوص يجي 7 8 فصوص توم كده، وبصلتين وطماطمتين وقرن فلفل. ماشي يا روحي. ومعانا هنا التوابل، فلفل وكزبره وملح وبابريكا والبهارات الفراخ يا روحي. ماشي يا حبايبي، كله في الخلاط. هنحط يا حبايبي بقى الحاجات العسل بتاعتنا ديت، ونحط التوابل بتاعتنا القمر ديت. نحط قيمه ربع كوبايه زيت يا حبايبي، وهنحط كمان شويه كاتشب، كمان دبس الرمان يا حبايبي هنحط شويه، هو بيبقى جامد شويه، نحط شويه يا حبايبي. ومعانا هنا يا حبايبي معلقه عسل ناحل ابيض. ماشي يا روحي. ومعانا هنا يا حبايبي معانا نص كوبايه ميه، ما تكتريش الميه، احنا عايزينها تقيله يا روحي. الخليط بتاعنا القمر دي بعد ما ضربناه شايفين يا حبايبي بيبقى تقيل كده، ما بيبقاش خفيف بالصلاه على النبي، او بيبقى جميل ازاي يا حبايبي. هتبداي بقى يا حبايبي الحته اللي احنا مفرغينها بالسكينه دي، هتبداي ان انت بصي تلغمطيه، ما تسيبيش حته ما فيهاش الخليط القمر ده. اهو شايفين يا روحي انا هنا عملتها كلها اهيت، ودخلت فيها الخليط بتاعنا القمر معايا هنا بالصلاه على النبي يا حبايبي. بصوا كده معنا هنا بالصلاه على النبي، معنا هنا صينيه اهيت انا حاطه فيها طماطم وعامله فيها بصل ترنشات، هنرصها حته حته كده يا روحي، نعدلها كده عشان هندخلها الفرن. الوش بتاعها القمر ده اهو يا روحي بالصلاه على النبي. لو وصلت لحد هنا يا روحي ما تنسيش بقى تعملي لي كده لايك واشتراك حلو من ايديكي، وتصلي على النبي يا روحي اهو عشان يوصل لكم. شجعوني يا حبايبي ان انا اعمل فيديوهات جديده اهو يا حبايبي، عشان تشجعوني بقى وكده اعمل فيديوهات جديده. ربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين جمالها والله العظيم جميله خالص، وطعمها هيعجبكم. لو ما عندكيش يا روحي عسل ممكن تستبدلي العسل باللهم صل على حضره النبي محمد، تستبدليه بعلبه الزبادي. حابه تحطوا الاثنين مفيش مشكله اهو جميل خالص اهو يا روحي. نحطها بقى في الفرن على الشبكه الوسط لحد ما ما تستوي معانا. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الفراخ بتاعتنا الجميله دي اهي يا حبيبتي كده طلعت من الفرن. انا لسه هديها لون يا حبايبي، شايفين اهي، شايفين جمالها والله مستويه وعسل خالص وجميله خالص والله، ريحتها قلبت لنا الشقه. هنبدا بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي، هننزل بالكاتشب بتاعنا دي. حابه تحطها كده تكشفي الورق الفويل وتحطها كده ماشي براحتك. حابه اللهم صل على النبي ان انا كشفت ورق الفويل واحطها بس تحت تاخد لون. حابه تحط بقى كاتشب براحتك، انا حابه اعزز تبقى لونها جميل كده في التحمير، عشان كده انا حطيت كاتشب. حابه تحمرها تشيل الفويل ورق الفويل وتسيبها زي ما هي عادي، بس انا حبيت اعزز اللون يا روحي. ايه رايكم بقى يا جماعه في اللون ده بعد ما خدت لون كده من الشعله، لما اللهم صل على النبي حطيتها تحت النار يا حبايبي بعد ما شلت الفويل، وبقى جمالها عامل ازاي. عملت بقى حته فحمايه كده صغيره هنزل عليها بالمعلقه الزيت القمر ديت، والف هنا وشوفي يا حبايبي. هنغطيها كده دقيقتين ونسيبها نغطيها. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الفرخه القمر بتاعتنا دي؟ حابه تعملي وراك بس صدور بس براحتك خالص جميلي، وبالف هنا وشوفي على قلبك يا روحي جميله خالص. ما تنسيش بقى ام نوره في دعوه لما تعمليها كده وتلاقيها كويس تقولي ربنا يبارك لك يا ام نور. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ما تنسوش بقى ام نوره كده في لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد يا قلبي، وشجعوني كده ان انا اعمل لكم فيديوهات جميله والله العظيم وتستاهل بقكم خالص. تعالوا بقى من غرفه كده سوا اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. انا عملت بقى الرز، حابه تعملي رز ابيض براحتك، حابه تعملي رز بشعريه براحتك. شوفي يا حبايبي التتبيله ما شاء الله ماسكاها من كل حته بالصلاه على النبي اهي، وريحتها والمصحف عسل ولونها اجمل اهو. شايفين لونها يا حبايبي بالصلاه على النبي قلبها عسل ازاي؟ شايفين التتبيله بقى داخله جواها ازاي اهو؟ يا ترى واضحه لحضراتكم ولا لا؟ والله العظيم طريقه عسل خالص، والف هنا وشفا على قلوبكم اهو يا حبايبي. ولو طريقتي بقى عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناه وتعملوا لي كده لايك حلو من ايديكم عشان تدعموني كده وتشجعوني اعمل فيديوهات. واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.